ما تيجي اقول لك عملت ازاي الارباح اللي موجوده قدامك دي من غير ما اطلب منك انك تشتري كورس ولا تدفع لي جنيه واحد ولا حتى سنت. من خلال الفيديو اللي انت بتشوفه النهارده ده انا جاي اتكلم على معلومات وجاي اديك تفاصيل حرفيا تقدر من خلالها انك تبدا في يوتيوب اوتوميشن او انك تبدا بتحقيق الارباح من اليوتيوب. الارباح اللي انت شايفها دي انا عملتها باستخدام الاي اي بطريقه سلسه بطريقه بسيطه. هتكلم معاك النهارده في كل الحاجات المهمه اللي لازم تعملها قبل ما تبدا، وكمان هرشح لك النيتشات اللي تبدا تشتغل عليها لو انت لسه مبتدئ. وكل ده من غير ما اقول لك تشتري كورس ومن غير ما اقول لك اي حاجه. كل اللي عليك تعمله انك تحضر كوبايه الشاي بتاعتك وتركز معايا في الفيديو عشان تبقى مصحصح لكل معلومه هقولها. تدعمني بكومنت عشان نقدر ان احنا نكمل في نشر المعلومات القيمه، لان زي ما انتم شفتم نزلنا كورس مصغر قبل كده، وطبعا الكورس اتقفل بسبب بعض الاشخاص اللي مش حابين ان المعلومات او ان الخير اللي موجود في اليوتيوب يظهر او يروح لحد تاني. فكل اللي عليك تعمله ركز معايا. طبعا لو انت اول مره تشوف قناتنا فياريت تشترك في القناه، لان ده بيدعمنا ان احنا نكمل وان احنا ننشر معلومات اكتر واكتر. مش محتاج منك تدفع اي سنت، ولكن تقدر تحجز معايا استشارة. ايه هي الاستشارة دي؟ طبعا الاستشارة لو انت مش مستعد او مش قادر ان انت تحجزها، تقدر من خلال الفيديو اللي موجود قدامك ده المجاني اللي مش هتدفع فيه اي شيء تستفاد بنفس الجهد وبنفس كل حاجة ممكن تستفادها من الاستشارة. ولكن الفرق ان الاستشارة بيبقى انا وانت بس زوم ميتنج، بفضل قاعد معاك لحد ما نظبط القناة ونبدأ نهيئ القناة واحضر لك او احدد لك النيتش اللي بناء على المستوى الخاص بيك تقدر تشتغل وتقدر تبتدي منه وتحقق منه ارباح. فلو انت عندك المقدرة ان انت تبدأ في استشارة، كل اللي عليك تعمله تتواصل على اللينكات اللي موجودة في الديسكريبشن. وطبعا الاستشارة دي هي استشارة مدفوعة وليس مجانية، لان للأسف انا مش هقدر ان انا اشوف ال 3000 واحد اللي موجودين عندي في القناة واتكلم مع كل واحد فوق الساعة ونص او الساعة واحاول اخلي ان الناس دي كلها تعمل قنوات. الموضوع هيبقى صعب وطبعا مرهق جدا جدا، ولكن الفيديو لو انت غير قادر فالفيديو كفيل ان انت تبدأ تشتغل وتحقق ارباح. فيلا بينا بدون كلام كتير ندخل على طول في اول نقطة. لو انت كده بسم الله الرحمن الرحيم لسه بتعمل القناة، فطبعا لازم ولا بد تعمل الادفانسد فيتشر اللي موجودة قدامك. ليه لازم تعملها؟ اولا طول ما انت مش مفعلها اليوتيوب شايفك ان انت هنا روبوت او ان انت مش بني ادم. ولكن لما بتيجي تفعلها بيكون قدامك 3 اختيارات: يا اما تعمل فيديو، يا اما تعمل بالهويه الخاصه بيك، يا اما تعمل بالتشانل هيستوري. وطبعا التشانل هيستوري دي في خلال شهرين او شهر ونص بتكون مفعله، ولكن ده طبعا ما انصحكش خالص انك تعملها طالما انت مستعجل وعايز تبدا. يبقى تفعل على طول بالهويه. ابعد عن الفيديو فيريفيكشنز، ما تعملش بوشك خالص تفعيل القناه، لان الموضوع بياخد وقت كبير جدا على ما اليوتيوب بيبقى خلاص يعني يثق في القناه. فكل اللي انت هتعمله تعمل بالهويه. ولو انت كان عندك قناه واوريدي عملتها بالهويه بتاعتك والقناه دي لبست شادو بان او عملت فيها اي مشكله، فيستحسن ان انت تستخدم الهويه بتاعت ابوك، امك، اخوك، اختك، صاحبك، صاحبتك، اي حد غير الهويه بتاعتك. طيب انا شاكك مش متاكد، شاكك بنسبه 50% مثلا، لا ابعد عن الهويه بتاعتك خالص واشتغل بهويه جديده وضيف رقم تليفون جديد. حتى لو رقم التليفون بتاعك ممكن تستخدمه عادي في التفعيل وانت مفعل بيه قنوات تانية، ابعد عنها نهائي. اعمل رقم تليفون جديد، استلف اي رقم تليفون من اي حد قريب منك تكون متاكد ان هو ما عملش قبل كده قنوات يوتيوب، وابدا في اللي انا بقوله لك. ولو في خلال اسابيع ما لقيتش ان في مشاهدات بتجيلك، اكتب لي في الكومنتات انت كذاب بكل سهولة وبكل بساطة. عملت الحاجات المهمة، نفذت كل الكلام ده، فيلا بينا ندخل في الموضوع المهم. ايه النيتشات اللي انت كواحد مبتدئ تبدأ بيها، وكمان اوريك اثباتات ودلائل ان فعلا في ناس بتعمل ارباح ضخمة جدا. جايب لك النهاردة 3 نيتشات، 3 اهم من بعض. هنبدأ باسهل واحد لاصعب واحد. تعالى كده بص معانا على القناة اللي موجودة قدامك. القناة دي 308 مشترك، بدأت تنزل أول فيديو من 3 أسابيع. تعالى كده نبص على الفيديوهات جايبة عند القناة دي قد إيه. 19000 مشاهدة في أسبوعين، 7000 مشاهدة في 11 يوم، 5000، 4000. طبعا زي ما انتم شايفين القناة دي تقريبا معدية فوق 100,000 مشاهدة في خلال أسبوعين. يعني خلاص القناة دي فاضل لها إن هي توصل ل1000 مشترك وخلاص تقدم في تفعيل الربح. ممتاز. تعالى كده نبص على القناة اللي بعديها.
القناة دي كمان زي ما انتم شايفين 4700 مشترك، 41 فيديو. القناة دي أول فيديو نزلته كان إمتى؟ تعالى كده نبص مع بعض. أول فيديو كان من 4 أسابيع. طبعا زي ما انتم شايفين القناة ما شاء الله ما شاء الله، القناة بتحقق أرباح ممتازة جدا جدا. القناة دي جايبة قد إيه مشاهدات؟ تعالى كده نبص مع بعض. القناة دي جايبة مليون مشاهدة. المحتوى ده الار بي ام بتاعها بيوصل ل 7 8 دولار، يعني المليون عامل 8000 دولار في خلال 4 شهور شغل، يعني حاجة محترمة جدا جدا. النيتش اللي قدامك ده مش مخالف، النيتش اللي قدامك ده شغال لحد اللحظة دي. النيتش ده اي حد تشوفه كاتب لك في الكومنتات بتاعت الفيديو ان النيتش ده محظور او ان هو مش شغال او اي حاجة من الكلام ده، اعرف ان هو شغال في النيتش ده ومش حابب ان انت تدخل فيه. ده بس مبدئيا. النيتش ده الناس المستهدفة ليه هم الكبار السن اللي موجودين في أمريكا وموجودين في أوروبا. وطبعا الناس دي ما بتقدرش تفرق بين الفويس إذا كان هو AI أو أي حاجة تاني. وطبعا الفويس AI مش ممنوع من اليوتيوب ومش محظور، وأنا كل قنواتي هي بفويس AI بصوت مش حقيقي. اللي يقول لك برضو الفويس AI الصوت AI اللي بتستخدمه لو عملت فيديوهات يوتيوب فده ممنوع، قول له انت كذاب، قول له انت كذاب. لان قسما بالله الارباح اللي انت شايفها قدامك دي هي حقيقيه 100%، ومستخدم فيها اصوات AI، لم استخدم فيها اي شيء بشري اطلاقا. سكريبت بجيبه من ChatGPT زي ما شرحت قبل كده، تقدر تشوف الفيديوهات اللي فاتت عشان تعرف ازاي ان انا اقدر اعمل السكريبت بطريقه بسيطه وبطريقه سهله، شرحناها بطريقه اسهل من السهوله يعني. فانا بكتب السكريبت من ChatGPT او جيميناي، طبعا يفضل حاليا جيميناي لان بقى اقوى، وبعمل الصوره مصغره كمان بالاي اي، وشرحت في الفيديوهات اللي فاتت ازاي اعمل الكلام ده كله، تقدر تتفرج على ده بكل سهوله وبكل بساطه. طبعا زي ما انت شايف القناه دي عملت في خلال 4 شهور الارقام اللي انت شايفها. تعالى كده نشوف قناه تانية. عندك القناه دي 3120 مشترك، 44 فيديو. زي ما انت شايف القناه عندها فيديو واحد من شهر جايب مليون مشاهده. وطبعا الفيديو هنا عندك 22 دقيقه، يعني الفيديو الار بي ام بتاعه ممكن يوصل من 9 ل 10 دولار. الارقام اللي انا بتكلم فيها دي ارقام دقيقه جدا لان النتشات دي اغلبها انا اشتغلت عليها. طيب يا سيدي، القناة دي بادئة من امتى؟ القناة دي بادئة من 4 شهور. القناة دي عاملة مشاهدات قد ايه؟ القناة دي عاملة في 4 شهور مليون 164. ولكن هنا الار بي ام اعلى ليه؟ لان مدة الفيديوهات اللي بنتكلم عليها هنا هي فيديوهات طويلة شوية، يعني الفيديو اللي جايب مليون مشاهدة ده فيديو بيوصل ل 22 دقيقة. تعال نشوف القناة اللي بعديها. القناة دي لسه بتبتدي، 5 فيديوهات لمت 699 مشترك. القناة دي بادئة من امتى يا سيدي؟ تعالى كده نبص مع بعضينا. بادئة من 7 ايام. ولكن طبعا القناة دي اغلبها ان دي كده يا اما مشتركين فيك، يا اما القناة دي كانت قناة قديمة، يا اما القناة دي قديمة وكانت شغالة من بدري. فالقناة دي في الغالب ان هي مش هتنجح، فخلاص سيبنا كده من القناة دي ونبص على اللي بعديها. عندك القناة دي 50 فيديو. على كده نبص على كم المشاهدات اللي القناة دي جابتها. طبعا زي ما انت شايف القناة عندها فيديو جايب 3500. وطبعا دي برضو تعتبر من القنوات اللي هي مش قوية، تعتبر من القنوات الفاشلة في المجال ده. طيب تعال نبص على القناة اللي بعديها. كلها دي قنوات جديدة بتعمل فيديوهات للنيتش اللي احنا بنتكلم عليه. عندها فيديو هو من شهرين جاب 5800 1600. ولكن عندك فيديو كمان هنا اهو 62000 في خلال 6 ايام. القناة زي ما انت شايف قناة صغيرة جدا، قناة عاملة 50,000 مشاهدة في ظرف يعني مدة قصيرة جدا، وهو أصلا ما بيشتغلش وما بينزلش فيديوهات كتير. القناة اللي بعديها، القناة اللي بعديها 4500 4000 او داخل على 5000 مشترك. زي ما انت شايف القناة ما شاء الله عليها بتحقق ارباح ومشاهدات قوية جدا. من 10 ايام 113000 93000 90000 87000. انا حتى في الفيديوهات اللي فاتت شرحت لك وعرفتك ازاي تجيب الماتيريال اللي موجودة جوه الفيديو بطريقة قانونية، بطريقة بسيطة، بطريقة سهلة جدا. خليك عارف ان طول ما انت هنا بتتكلم على الاخبار الحديثة الاخبار الجديدة انت مفيش اي مشكلة عليك. طبعا ما تجيش تتكلم على خبر هو اوريدي موجود من 3 4 سنين، فطبعا مش هيجيب لك اي ريتش او مش هيجيب لك اي مشاهده. القناه دي جايبه مشاهدات قد ايه؟ القناه دي جايبه برضو مليون 110 الف. وطبعا القناه دي زي ما انتم شايفين بادئه من شهرين. القناه دي في خلال شهرين عملت 8000 دولار، برضو رقم محترم، من 8 ل 10000 دولار، رقم محترم جدا. عايزك تركز معايا كده في تفاصيل القناه دي لان تعتبر قناه ناجحه. القناة بادئة من شهرين. تعالى كده بص على معدل المشاهدات 188 420 560 69.
انا عايزك ان انت ما تحبطش، مش اول ما تلاقي ان القناه جابت مشاهدات كويسه في البدايه تيجي بعد كده لما القناه في خلال شهرين تجيب 69 مشاهده على فيديو. مفيش اي مشكله خالص، كمل استمر، هتلاقي بعد كده الفيديو اللي بعديه جاب 45 الف مشاهده. 45 ألف مشاهدة، يعني انت كده خلاص قناتك دخلت في الالجوريزم، دخلت في الخوارزميات، فبالتالي انت مش محتاج اي شيء تاني غير الاستمرارية. الاستمرارية هتجيب لك حرفيا ملايين المشاهدات. اول شهرين هتشتغل فيهم ما تبصش على المشاهدات اطلاقا، والله هتشكرني وهتدعي لي. تعالى كده نبص على القناة اللي بعديها. القناة دي 19 ألف مشاهدة. تعالى نبص بقى على القنوات اللي هي كبيرة شوية بتجيب أرباح قد إيه. طبعا القناه دي زي ما انتم شايفين كده برضو بتجيب ملايين الارباح. تعالى كده ندخل على السوشيال بليد ونشوف جايبه كام مليون ونحسب الارباح بتاعتها كام بعد ما كبرت. بالرغم من القناه دي بادئه من شهرين، ما بقالهاش مده كبيره. وزي ما انت شايف يا سيدي 3 مليون ونص، يعني بنتكلم ان المليون ب 8000 دولار، يعني 8 في 3 ونص بكل سهولة اهو. 8 في 3 ونص يعني 28 ألف دولار. والقناة أصلا بادئة من شهرين، القناة دي بادئة من شهرين. وطبعا زي ما انتم شايفين عندها فيديوهات معدية الملايين، عندها فيديو من 4 أيام جايب مليون و600 ألف مشاهدة. طيب في منكم دلوقتي هيقف يقول لي طب انا هعمل ازاي الفيديوهات دي؟ كل اللي عليك تعمله انك هتدخل على القناة بتاعتنا. تعالى كده نبص مع بعض. هتدخل على القناة وهتدخل على الفيديو اللي موجود قدامك ده، ازاي انك تعمل الفيديوهات، ازاي انك تعمل سكريبت، ازاي انك تعمل الصورة المصغرة. انا شارحها في الفيديو ده وكمان في الفيديو ده. دول اهم فيديوهين موجودين حاليا على القناة، تقدر ان انت تتفرج عليهم وتعرف ازاي تعمل الكونتنت اللي موجود قدامك. طبعا انا مش هعيد الشرح اللي موجود اصلا اوريدي في الفيديوهين، لان مش عايز اطول عليكم الفيديو، عايز اديكم كل المعلومات المفيده. ولكن طريقه عمل الفيديوهات هتلاقيها في الفيديوهين اللي موجودين قدامك. ممتاز. تعالى كده نكمل وندخل ونشوف اللي بعديه. طيب اللي بعديه طبعا زي ما انتم شايفين قناه 97 الف. القناه دي ما شاء الله عليها بتجيب ارباح ومشاهدات كتير برضو جدا. طبعا زي ما انتم شايفين القناه لو جينا دخلنا بصينا عليها هتلاقي قديمه شويه. القناه دي من سنه، ولكن في خلال سنه بقت بتجيب ارباح مستمره بشكل قوي. وبرضو عندك القناة دي، تعالى كده نبص مع بعض. القناة دي زي ما انتم شايفين مليون 400 مشاهدة، ولكن دي قناة تعتبر من القنوات القديمة في المجال. ولكن زي ما انتم شايفين الكونتنت اللي بتنزله مقارنة بالقنوات اللي فاتت، طبعا هنا الصورة مصغرة رديئة. طبعا زي ما انت شايف لو جينا بصينا قناة فيها 300 ألف مشترك، والقناة التانية فين؟ والقناة التانية 19 ألف. ولكن هنا في كونتنت بمعنى الكلمة، كونتنت متعوب عليه، صور مصغرة متعوب عليها. شرحت وعرفتك ازاي تعمل صور مصغرة بالطريقة دي بطريقة سهلة جدا في الفيديوهين اللي قلنا عليهم، فروح اتفرج عليهم. تعال نشوف بقى النيتش اللي بعديه. طبعا النيتش ده في قنوات كتير جدا جدا زي ما انت شايف، يعني انا مش عايز اطول الفيديو عن كده، ولكن دي كلها قنوات مهمة لازم تدخل تاخد الافكار منها. عندك القناة دي بتعمل ارباح ما شاء الله بتوصل ل 31 الف دولار. طبعا بعيدا عن الاحصائيات دي لان هي مش دقيقة جدا، ولكن القناة دي فعلا بتوصل ل 31 الف دولار في الشهر واكتر كمان من كده. عندك فيديو جايب مليون لوحده، المليون ده عامل له 8000 دولار لوحده كده. طيب عندك حاجة تاني، عندك ده 56 الف، 140 الف، 57 الف. عندك اهو مليون ونص، مليون ومية، يعني عندك ما شاء الله الارباح قوية جدا. تعال نبص بقى على النيتش اللي بعده. جايب لك فيه قناتين بس، طبعا انا جايب لك بتكلم على النيتش السهل. طبعا النيتش ده اللي قدامك سهل جدا جدا برغم انه بيجيب مشاهدات، ولكن الفيديو ممكن ما ياخدش منك شغل ساعة يعني. النيتش اللي بعديه هو النيتش اللي بيتكلم على العربيات. في قنوات كتيرة جدا تقيلة ممكن تدخل تعمل سيرش بنفسك، ولكن النيتش ده مهم. النيتش ده ارباحه والار بي ام بتاعه بيوصل ل 10 و11 و12 دولار، لان بيتكلم على حاجة غالية وحاجة مهمة، وهو طبعا نيتش العربيات هي غالية جدا جدا. طبعا زي ما انت شايف فيديو من يومين جايب 26 الف، بنتكلم في 10 دولار يعني بتتكلم في 260 دولار من فيديو واحد. وهكذا برضو الفيديو التاني 16 الف، 3000، 3200. طبعا لو جينا بصينا على الفيديوهات الاكتر شهرة في القناة هتلاقي في فيديوهات جايبة ملايين، 2 مليون، مليون 900، مليون. طبعا من 5 شهور 800 الف، 900 الف، وهكذا. النيتش ده هو نيتش مهم، وشرحت برضو ازاي تعمل المحتوى ده. هتستخدم نفس الطريقة اللي هي اوريدي موجودة في الفيديوهين، وهتجيب الماتيريال اللي جوه الفيديو من نفس المكان اللي انا شرحته في الفيديوهين اللي فاتوا. تعالى كده نشوف القناة التانية. برضو عندك القناة دي لو جينا بصينا على الفيديوهات الكبيرة اللي فيها من 6 شهور ومن 5 شهور جايبة أرقام محترمة جدا. وهي القناة أصلا كلها 7150 مشترك، جايبة أكتر من 2 مليون مشاهدة، يعني قول 3 مليون، 3 مليون في 10000 دولار يعني 30 ألف دولار.
دول اسهل نيتشين. لو انت بقى ادفانسد او محترف اكتر تقدر تدخل في النيتش اللي جاي ده اللي هقوله لك، ولكن النيتش ده فيه لو انت طبعا مسلم في حرمانيه شويه، ولكن تقدر تتخطى الحرمانيه دي بازاله اي مشهد فيه بنات، تقدر تعدلها بكل سهوله، او تقدر تستخدم بس الفيديوهات اللي هي فيها رجاله طبعا زي ما انت شايف يعني. واي مشهد فيه بنات لازم تشيله عشان ما تاخدش ذنب وتبقى فلوسك حلال في من اليوتيوب. طيب، كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ايه؟ كل اللي احنا هنعمله ان احنا برضو هننفذ نفس الطريقة، ولكن في النيتش بتاع المشاهير. عندك برضو هنا قنوات كبيرة ولكن الارباح بتاعتها يعني مش احسن حاجة، ولكن اوقات بيبقى في مواضيع ترند فبتقدر تعمل منها حرفيا ممكن تعمل يعني 2000 3000 دولار في اليوم، ده لو انت في موضوع ترند. طيب، تعال نبص كده على المواضيع الترند اللي كانت موجوده. يعني عندك مثلا الموضوع ده كان ترند في وقت من الاوقات من 11 شهر او من سنه، وجاب 4 مليون، 10 في 4 مليون يعني 40 ألف دولار من فيديو واحد. عندك برضو الفيديو ده والفيديو ده، ارقام محترمه وارقام كبيره. وعندك قنوات كتير جدا جدا شغاله في المجال ده تقدر تنسخ منها افكار. عندك برضو زي ما انت شايف القناه اللي موجوده قدامك دي، ولكن طبعا باكد عليك وبقول لك انك لازم ولابد تبعد عن المحتوى اللي فيه بنات عشان ما تاخدش ذنوب. طيب، المحتوى ده محتاج جهد ومحتاج شغل اطول بكتير، لان طبعا الماتيريال بيحتاج منك اديت بشكل كبير جدا. ولكن النيتشات التانية اللي باكد لك عليها اللي هي اهم، لان هي اسهل، فتقدر تعمل كونتنت بشكل كبير، تقدر تعمل عدد فيديوهات طويلة، عدد فيديوهات كتيرة، فبالتالي تقدر تحضر كم. يعني زي ما انت شايف القناة دي في يومين او في يوم واحد من 11 يوم جايبة يعني حوالي 14 ألف تقريبا مشاهدة أو 12 ألف مشاهدة في 10 دولار، يعني تقريبا 140 دولار في خلال يوم واحد بس. طبعا 140 دولار دول في الوطن العربي عندنا هم ربح محترم وربح كويس جدا. في ناس تتمنى ان هي تعمل 10 دولار، فانا باكد لك انك لو بدأت دلوقتي تقدر تعمل الارقام دي ان شاء الله باذن الله بكل سهولة. ولكن خليك يعني خلي ربنا موجود دايما في ذهنك، وخلي ربنا موجود دايما في عقلك، انك ما تعملش كونتنت عشان يبقى مثير تحط فيه صور بنات او الكلام ده كله، لان فعلا قناتك مش هتنجح وهتاخد ذنوب على الفاضي. ده كان فيديو النهارده. لو حبيت تحجز زي ما قلت لك استشاره ان احنا نقعد معاك او ان انا اقعد معاك خلال ساعه ونص، تقدر تحجزها. بساعدك في ان انت تظبط الاعدادات بتاعه القناه، بتختار او بعرفك ازاي، يعني اكنه بالظبط درس خصوصي من الاخر. بقعد معاك ساعه ونص بعرفك ازاي تشتغل على النيتش بتاعك، بعرفك ازاي انك تبدا قناه بشكل صح وبشكل سليم. طبعا تقدر تتواصل مع التيم بتاعي وان شاء الله يعني هيقدموا لك كل اللي انت محتاجه. فبس كده عدينا كده خلص الفيديو. فاتمنى انك تقدر الجهد والتعب اللي موجود، وتكتب لي بس كومنت بسيط يفرحني ويسعدني ان انا اكمل اكتر وانزل كونتنت ومحتوى مهم جدا هيفيدك. فلحد هنا كده خلص الفيديو، فيا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام.